كيفكم؟ أنا اشتقت لكم كتير، انتوا اشتقتوا لي. اليوم الفلوج كتير بجنن. هو عبارة عن تحدي القراءة. اختاروني من بين 700 ألف وأنا أصغر واحدة. ما في لا أصغر مني ولا قد عمري، بس في 7 8 9 10 11. اليوم حيعلنوا بطل تحدي القراءة العربي بالإمارات. اليوم راح يعلنوا بطل تحدي القراءة بالإمارات لينافس الوطن العربي. وأنا أصغر قارئة بيناتهم. كم قصة قرأت يا سيلار؟ 220. أكثر من 220 كتاب، وأنت أصغر قارئة وبتكتب قصص وكتير شغلة. ونحن كتير مطولنا بالفلوجات لأنه الظروف اللي مرقنا فيها كانت كتير صعبة، مرض أبوها ومليون شغلة صارت معنا. وكمان ماتوا العصافير وجبنا واحد تاني وساوينا وعملنا وعزلنا البيت. كمان غيرت البيت سيلار. وامتحانات اللي ما بترحم. وإن شاء الله المرات الجاية ما رح نطول عليكم بالفلوجات، صح يا سوسو؟ صح. شو رأيك تفتري لنا شوي لتورجينا الدريس؟ طبعا هذا الدريس سيلار جابته مبارحة، حبت تطل باللون الأزرق. وقرب عيد ميلاد سيلار حيكون فلوج بجنن بعيد ميلادها لأنه في كتير شغلات وأفكار حلوة، صح يا سوسو؟ صح. كل ما أشوف حدا بدي أعزم. ورجينا شعراتك يا سوسو. كتير فخورة فيك اليوم يا سيلار لأنك أنت قدرتي بالرغم من الظروف الصعبة قدرتي توصلي هذا المستوى، حتى لو ما كنت البطل تحدي القراءة على مستوى الإمارات فأنت كتير شاطرة. سيلار بتقرأ شعر وحافظة شعر وبتقرأ كتير منيح وهي شطورة، والمكان اللي وصلت له فيه كتير حلو. سوسو عطينا أحلى بيت قرأتي، وقولينا من اسم الشاعر. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. هذا أبو الطيب المتنبي بيعمله. هذا مات لأنه كان بيكتب شعر كتير فموت حاله من الشعر. شعره هو اللي قتله. طيب حافظة بس هذا البيت ولا حافظة بيت تاني إله؟ شو بيقول كمان؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به الصمم. سيلار شو طموحاتك اليوم؟ أني أكون بطلة تحدي القراءة للموسم الثامن، مشان أحكي للأطفال ما في مستحيل. مشان أحكي للشيخ محمد بن راشد أنت أعظم شخص رأيته. أنت حولت الرمال دبي الذهبية إلى جنة الله على الأرض. وإذا كان 7 عجائب بالدنيا فأنا أقول أن دبي هي ثامنها. هلا وصلنا لدبي عن تحدي القراءة. أعطوني شنطة وأعطوني ملصقات ومكتوب هون إلى أين تأخذ القراءة. تأخذني في أحلام، حيث بالأحلام لا يوجد شيء مستحيل. وكمان خلوني لون. وهلا رحنا على تحدي القراءة. دبي كمان يلا
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قراءة العربي على مستوى دولة الإمارات. والآن يسعدنا الإعلان عن الفائز بالمركز الثالث في تحدي القراءة العربية على مستوى دولة الإمارات، وهو الطالب خالد الحمادي. بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي في موسمه الثامن؟ أقوى تحية. بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي في الموسم الثامن الطالب أحمد فيصل علي من مجمع زايد التعليمي. دولة الإمارات في تحدي القراءة العربي، وندعوهم إلى المسرح. الطالب سعود الكعبي والطالب خالد الحمادي والطالب أحمد علي. شكرا أحمد، ونبارك لك هذا الفوز العظيم. حضورنا الكريم، نشكر لكم حضوركم حفل تتويج بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي، ونبارك لجميع الفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.